تعالوا نسوي أسهل وأسرع غداء وبجدر واحد بس. طبعا هاي الأكلة راح أسويها شبيهة بالكبسة، الكبسة السعودية الاعتيادية، مو مثلها 100% بس تشبهها. طبعا بنات إذا تردون كبسة إلهام الشهيرة نزلتها لكم، واللي هي تصير شوية جوسي نزلتها، وآخر فيديو إذا تردون حضروها حبيباتي. فهسه أول شي خليت السمنة ونزلت بصل وراح أحمسه كلش زين لحد ما يتحمر عندي. وطبعا قبلها أني مقطعة دجاج بنات، عندي هاي أفخاذ قطعتهم وخليت عليهم خل وليمون. وهسه من يتحمر عندي البصل أضيفهم. طبعا هنا عندي جزر، عندي شوية فلفل للطعم، وهسه خليه يحمس كل زين. بعدين راح أضيف عليه البوتيتو. طبعا بنات اكتبوا لي انتم شنو تحبون، يعني شنو تحبون اجرب لكم الفيديو الجاي، مثل اي وصفة تردونها اكتبوا لي اياها. واكو بنات طلبن من عندي الكيكة البركانية، ان شاء الله بنات انا راح انزل لكم الفيديو لو يعني باكر او عقبه وتدللون. طبعا هنا ضفت البوتيتة. هنا البوتيتة كلش مقطعتها شوية كبار، فأنصحكم إنه تصغرونها حتى تستوي عندكم بسرعة. طبعا بنات هذا ما راح ياخذ من عندكم الغداء، ما راح ياخذ من عندكم يمكن ساعة أو ساعة وشوية. طبعا هنا أنا ضفت الجزر والفلفل وراح أحمسهم كلش زين، يعني خليهم ينحمسون حمسة زينة. وبعدين راح أضيف الدجاج. طبعا هنا الدجاج ضفته بنات ما بي أي زفرة نهائيا، خليت له خل وخليت له ليمون، فأبدا ماكو أي زفرة. طبعا هنا ضفت بهارات دجاج وهاي لومي مطحون. بنات أنا قلت لكم إنه بهارات الدجاج أنا أخذها الأصلية من إيران، ونزلت مرة، يعني إذا تتابعون الفيديوهات مالتي راح تلقون هذه العلبة مالت البهارات أو الشركة مالتها. نعم العلبة مكتوب عليها الشركة. بنات هاي أفضل بهارات صدقوني، أفضل بهارات. ويمكن يعني يمكن أكو فرع، إحنا يعني مثلا أنا أكو شخص يجيب لي إياهن، يعني كل ما يروح العبدان يجيب لي من هاي البهارات. بس أكو فرع بالبصرة، يعني مرات أنا إذا ما صارت عندي فرصة مثلا إنه هذا الشخص لأن هو يشتغل هناك، فإحنا نوصي من عنده دائما العائلة، فنجيب من اللي بالبصرة. إن شاء الله بنات أنزل لكم العنوان مالته والبهارات تجنن. طبعا هنا حمست الدجاج كلش زين وضفت المعجون. بنات شوفوا هنا خليت روبة. طبعا إذا أنتم ما تحبون هاي الإضافة كلش براحتكم، بس بنات الروبة تجنن وتعطي طعم يخبل، ويعني ما أحكي لكم على الطعم. طبعا هنا ضفت الماي وراح أخليها تقريبا 50 دقيقة، مو ساعة، 50 دقيقة. وأكيد التمن منقحته تقريبا، التمن نقحته من وقت يمكن صار له ساعتين. وبنات بالنسبة للتمن أنا أنصحكم وبشدة، وهذا مو إعلان، والله مو إعلان أبدا، أنتم ما محلفيني بنات، أنا أستخدم تمن ملك البنجاب. تمام، رز ملك البنجاب بنات، هذه خبل. ما عندي صورته هسه، خليني يعني ما بس أفرغ أصوره وأخلي لكم الصورة مالته. بناتي خبل يجن. شوفوا بنات، يعني صراحة يعني أنا أقول لكم شنو، مثلا إذا أنتم عائلة كبيرة 10 نفرات هيجي، يعني أربعة يعني 4 كاسات كلش كافية. أنت راح تقولين شوية وأدري، حتى أنا هيك، بس بنات جربت ما شاء الله ترس الجدر. وهاي النتيجة قدامكم بنات، بس شوفوا الجمال، شوفوا شلون نثري ويخبل. طبعا هنا جهز عندي بنات تقريبا، ما أكذب عليكم، يمكن أخذ من عندي ساعة وربع بس. وشوفوا لي الجمال وشوفوا لي التمن، يعني هاي فقط 4 كاسات، تخيلوا وياي 4 كاسات، وما شاء الله إحنا عائلة. وشوف شلون ترس الصينية ويخبل. بنات هاي مثلا مرات تقعدون مستعجلين بنات ويخبل تمام. وانتم إذا يعني مثلا إذا عندكم فتخ الطار أو شي، يعني الدجاج ما تردونه هيك شي يصير جوا، طلعوا الدجاج حمروه بالفرن وخلوه فوق بنات يخبل. شوفوا الجمال، ما شاء الله مستوي ذايب يخبل. وهاي خليت طبعا
الليمون والبصل أكيد. وبس شوفوا الجمال. إذا عجبكم الطريقة كتبولي، وإذا تحبون نجرب وصفات ثانية همين كتبولي. ومع السلامة.